النهاردة هنعمل مع بعض رز بلبن كريمي خطير زي بتاع المحلات بالظبط. وكمان في التقديم لو انت حابة هنحط عليه بولة ايس كريم تخلي طعمه جنان. الطريقة: معايا كوباية الا ربع من الرز المصري. نزلت بالرز في الحلة وهروح اغسله غسلة حلوة. بعد ما غسلناه غسلة حلوة لغاية المية بتاعته ما بقت بيضة وحلوة صفيناه من المية، وهضيف عليه عفوا كوبايتين مية من الحنفية وهرفعه على النار. هسيبه لغاية ما يغلي. هو يا دوبك اهو اتغلي، اديته تقليبه. ودلوقتي بقى حبايبي انا هطفي عليه واغطيه وهسيبه. هنا بعد نص ساعه كده او ساعه الا ربع رجعت له تاني. بصوا الرزايه يا حبايبي، تحسوا ايه كملت سوا وانا طافيه عليها ومغطياها. هنا معايا كيلو من اللبن كنت غاليه قبليها بيوم علشان حابه اضيف القشطه بتاعته للرز. هنزل باللبن على الرز، وطبعا ولعت البوتاجاز عليه تاني وهكمل سواه. هديله تقليبه. هنزل بكمية السكر المناسبة ليا، طبعا السكر ده اختياري. هنقلب السكر. هسيب بقى الرز يكمل سواه في بولة هنا فاضية، وهنزل بمعلقتين ونص كبار كريم شانتيه، وكمان عليهم 4 معالق نشا، وهنزل عليهم بمية من الحنفية وهقلبهم لغاية ما يدوبوا كده مع بعض. مش عايزة اي تكتلات من النشا، لازم ندوبهم خالص. بعد ما قلبناهم كده سيبناهم على جنب دلوقتي، وهنرجع للرز تاني. طبعا الرز بيغلي هنا معانا، وظبطت السكر بتاعه، والسكر اختياري يا حبايبي. الرز دخل في السوا. هدي تقليبه كده للنشا مع الكريم شانتيه، وهنزل تدريجيا كده بالكريم شانتيه والنشا، وابتدي اقلب بسرعه بمضرب علشان النشا ما تكتلش معايا. هستمر بقى في التقليب كده لغايه النشا ما تستوي وتقل الرز شويه. وهنزل كمان معايا بمعلقه فانيليا سايله واستمر في التقليب. انا هنا مش بسيبه يا حبايبي لغايه ما يتقل خالص، لا بيبقى برضو ايه اللي هو سايل كده. انا هنا بقلب بالمعلقه عشان اوريكم السمك بتاعه. بعد ما بحط النشا بياخد حوالي يعني من 3 ل5 دقايق كده يغلي مع بعضه عشان النشا تستوي كويس. انا هنا كده ايه طفيت عليه، ويلا بينا بقى نغرف الرز الجميل اللي احنا عملناه ده. بصوا ما شاء الله طلعنا حلة رز حلوة. وهنبتدي بقى نغرف دلوقتي. انا هغرف هنا في القوالب ديت بتاعت الحلويات، وكمان هنغرف في البولات. وهنشوف دلوقتي كوباية الا ربع رز وكيلو لبن. احنا عملنا كمية قد ايه من الرز بلبن. شوفي بقى انتي لو رحت اشتريتي من بره، يعني هقول بولة مش اقل من 35 جنيه. غرفنا اول بولة اهي معانا. هنغرف كمان قوالب الحلويات دي. بصوا حبايبي وانا بغرف الرز سايل معايا ازاي. يا ريت تجربي وصفة الرز بلبن ديت، هتطلع معاكي ممتازة وطعمها خطير، وفي نفس الوقت هيبقى في حاجة حلوة في التلاجة.
وهتوفري مبلغ كبير جدا. وطبعا هتزينيه بقى زي ما انت عايزه بعد ما يبرد. عايزه تزينيه بجوز الهند، بس بزبيب وجوز الهند، عندك مكسرات، اي حاجه عندك هتزيني بيها. بصوا حبايبي، انا طلعت الكميه دي ما شاء الله من كوبايه لربع رز وكيلو لبن. هيبرد بقى واشيله في التلاجة. وانا هنا طلعت ايه اللي احنا هنستعملهم. ده زينته بجوز الهند وزبيب، وزبيب بس اللي ما بيحبش جوز الهند. وهنا حطيت بولة ايس كريم وزبيب. بصوا حبايبي، الرز بعد ما برد معانا كريمي خالص وزي الفل. اتمنى الوصفة تعجبكم واشوفكم على خير.